وأيضا أبارك مشروعا لذلك الأسر الكريمة التي ما فتأت تشد على أيادي أبنائها بالعلم والعمل الصالح، وأبارك لهذا البلد الكريم الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا فيه بلدا معافى. نوصيكم بأن تكونوا رسل سلام وسفراء الوطن الغالي إلى الإنسانية بما تحملوه من قيمها النبيلة وما اكتسبتموه من معارف وخبرات تؤهلكم لتحقيق التنمية الشاملة في مجالات الحياة كافة. على دعوة كريمة من الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة، تشارك جامعتنا جامعة ديالى في الحفل المركزي لتخرج طلبة الجامعات العراقية على هدي القمر الدفعة الخامسة. حقيقة إنه لشرف لنا جامعة ديالى أن نكون هنا وللسنة الخامسة على التوالي نشارك في هذا الاحتفال البهي الذي يستمد حقيقة عنفوانه من شيم أهل البيت والعترة الطاهرة. هذا الاحتفال حقيقة هو احتفال مقدس أراه أنا، كونه نابع من أصول والمنهج التربوي الذي خطاه آل البيت، وما تعمله الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة هو حقيقة شيء يثلج القلب والصدر، لأنها احتفالات مبنية على أسس تربوية، وهي تستمد من مواقف أهل البيت ومن العبر والدروس العظيمة، فهي تقدم نموذجا لطالب الجامعي يحتذى به في هذه الاحتفالات وترفع من سمو الطالب الجامعي حين تخرجه. فاحتفال بهيج كان حقيقة، شارك فيه ما يقرب من 5000 طالب من مختلف الجامعات العراقية الحكومية والأهلية، من شمال العراق إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه. حقيقة الأمانة العامة دأبت على أن تجمع العراقيين تحت مظلة وخيمة أبي الفضل العباس. كنا هنا أيضا ممثلين عن الجامعات العراقية، وقد ألقينا كلمة الإنابة عن الجامعات العراقية في هذا الحفل البهيج. نسأل الله أن تستمر الأمانة العامة للعتبة وأن يستمر مثل هذه الاحتفالات البهيجة. شكرنا الكبير وتقديرنا للأمانة العامة للعتبة العباسية، وعلى رأسها المتولي الشرعي السيد أحمد الصافي الذي حقيقة يسهر على أبنائه وعلى طلبة العراق، ودوما هو في دأب وفي نصح لهم، ومن خلال كلمته التي سمعناها. شكرنا لمعالي الوزير المحترم الدكتور نعيم العبودي الذي حملنا تحياته ودعواته بالتوفيق والسداد لهذه الدفعة الكبيرة والكرماء من طلبتنا الذين تخرجوا. نسأل الله دوام التوفيق لأبناء من الطلبة وأن يكونوا بناة لعراقهم العزيز إن شاء الله. أنا اليوم جدا فرحان في حضوري لهذا الحفل الكريم في العتبة العباسية المحترمة، وأبارك لزملائي وطلاب الجامعات العراقية في تخرجهم الجميل جدا جدا، ونشكر السيد رئيس الجامعة الدكتور تحسين لقبولنا في هذا الحفل الكريم، والتوفيق للجميع إن شاء الله. أتينا اليوم لتمثيل جامعة ديالى في هذا الحفل الكريم التي أقامته العتبة العباسية لتخرج طلبة الجامعات العراقية دفعة على هدي القمر سنة 2025. وأكيد نشكر العتبة العباسية على تنظيم مثل هكذا حفل يضم كل جامعات العراق.